أحداث الحلقة ال17 من مسلسل علي كلاي هنشوف إن علي بيرفض طلب ميادة أو أمر ميادة إن هو يوطي على رجليها يبوسها قدام العيلة كلها عشان خاطر كده يبقى رد لها كرامتها، عشان هي كرامتها اتبعترت قدام العيلة كلها لما ضربها بالقلم قدامهم، ولما كمان رفض إن هو يرجع لها. علي هيرفض طبعا وهيقول لها أنت اتجننتي وهيسيبها ويمشي، وساعتها فرح ميادة وسيف هيتم، وساعتها كمان كاميليا هتيجي تغني في الفرح زي ما ميادة طلبت، لكن ساعتها كاميليا هتكون مش عارفة إن العروسة هي ميادة، وهتتفاجئ إن العروسة هي ميادة. بعد كده كمان هنشوف من ضمن التوقعات في الحلقة ال17 إن إحنا هنشوف إن الأعداء عمالين يكتروا ويتحدوا مع بعض. عظيمة وصفوان بيلموا كل الأعداء علشان يجمعوهم علشان يخلوا علي يدخل السجن في الحلقة الجاية أو اللي بعدها، ده عشان خاطر يسيب روح ويقدروا إن هم يرجعوا روح لعظيمة تاني. ورغم إن روح حامل، لكن هنشوف إن هم بعد ما راحوا الغندور وخليل الملك هيروحوا المختار ويتفقوا معاه، ويروحوا الميادة ويتفقوا معاها، ويجمعوا بقى شلة الأعداء كلها عشان يتحدوا على علي. دي كانت التوقعات للحلقة ال17. نلخص مع بعض الحلقة ال16 اللي بدأت إن سيف قال لعلي حاضر يا علي هتجوز هايدي، ووافق إن هو يتجوز هايدي بعد ما علي طلب منه كده. مختار ومياد اجتمعوا واتفقوا على الشراكة وإن مختار يحميها. بنشوف كمان إن علي راح لعزازي وقال له أنا اتأكدت إن أنت خالي، وقال له أنا عايز أشوف صورة أمي، وشاف صورة أمه وكان بيبكي وهو بيشوفها. وكمان شفنا إن عزازي بيعرض عليه فلوس، لكن هو بيرفض ياخد الفلوس ديت من عزازي، وبيقنعه سيف ان هو يتجوز ميادة علشان خاطر ينقذوا رابط منصور من السجن. وسيف كان الاول رافض، لكن لما عرف ان هو هينقذ ابوه بدأت دماغه توافق على الموضوع. همت راحت لجلال ونسيت القفا اللي هو اداهولها، وراحت علشان تاخد قفا تاني، ووافقت ترجع له وكتبوا الكتاب من ورا اهلها، وكمان قال لها تبقي تجيلي من ورا اهلك، وكأنه ما عملش اي حاجة فيها، واداها دهب امها عشان خاطر دوت يبقى عربون محبة ما بينهم. لكن هو طبعا خد كتير ونصب عليها وخد فلوس كتير من وراها. بتشوف كمان ان سيف راح لميادة وقال لها ابعديني عن حواراتك انت وعلي. قالت له انا عاوزاك انت عشان انت اللي كنت ماشي الشغل، وبدأت تقنعه وهو بدأ يقتنع. كان ساعتها بقى علي راح جاب الشبكة على اساس ان سيف جاي وراه، وراح عند هايدي والكابتن سعيد وخد معاه كمان ساعتها روح، واتصلوا بسيف لقوا ان سيف بيقول لعلي انا مش جاي، انا خلاص مش هتجوز هايدي، انا هتجوز طليقتك يا علي، انا هتجوز ميادة. علي اتجنن ساعتها وراح لميادة وخد سيف بالعافية وضرب الرجال اللي عندها، لكن سيف هرب منه وراح على المظ. وساعتها كمان منصور وماهر كانوا موجودين، وميادة جت وراهم، وساعتها شفنا ان علي بيتخانق معاهم كلهم علشان ياخد سيف، لكن بيقولوا له المشكله مشكلتك عشان انت اللي ضيعت الفلوس. وقتها كمان شفنا ان روح دخلت عشان خاطر تاخد علي وتمشي، لكن ساعتها ماهر راح ضربها بالقلم، وعلي مسكه وضربه وقال له بالنص انت ضربت مراتي وهي حامل يا ماهر، انا خصيمك ليوم الدين، لو مراتي حصل لها حاجه. وساعتها كان الخبر بينزل زي الصعقه على ميادة انها حامل، كانت هتتجنن. واول ما علي وروح مشيوا قالت لمنصور انا هتجوز بكره سيف، فرحي وكاتب كتابي بكره على سيف. كمان وقتها شفنا ان عظيمه وصفوان راحوا عند خليل وعند غندور يتفقوا معاهم ان هم ينتقموا من علي ويبقى هدفهم واحد، وتعرفوا عليهم وقالوا لهم لسه هنجمع بقيه الاعداء ان هم يأذوا علي. صفوان راح لروح قال لها انا جاي عشان احذرك ابعدي عن علي، لان في ناس اعداء كتير ليه وعايزين يأذوه، وممكن يأذوك انت كمان. قالت له انا مقدرش ابعد عن علي، انا حامل منه وهجيب ولد منه. وطبعا صفوان اتجنن لما سمع كده. ميادة راحت لجلال وقالت له انا عايزه كاميليا هي اللي تيجي تغني في فرحي انا وسيف، وحكيت له على الموضوع اللي عمله في امها، لكن قالت لها مش مشكله انا جايه لك عشان عايزه كاميليا بالذات. راحت لعلي وهي قاعده مع علي، ساعتها بيتكلموا ان صفوان جه حذرها وقال لها ما تخافيش عليا، انا اهم حاجه عندي انت، انا عايزك تبقي كويسه. لكن بنشوف في النهايه ان علي راح لميادة وقال لها عشان خاطري انه يخلي سيف يكتب على هايدي حتى لو ليوم واحد ويطلقها، انا ما عنديش مشكله ان هو يتجوزك عشان دماغك ما تروحش بعيد. ساعتها قالت له طب ما انت حنين اهو، قعدت تتوسل ليه ان هو يرجعها، لكن رفض. فبالتالي قامت بقى بجبروت وقالت له خلاص انا موافقه ارجع الفلوس وارجع سيف واعمل كل اللي انت عايزه واكتر من اللي انت عايزه كمان، بس انت ترد كرامتي قدام عيلتي، ان انت توطي على رجلي تبوسها قدام العيله كلها. وطبعا كان علي بيبص لها وهو مستغرب ومندهش من الطلب الغريب دوت. يا ترى علي هيرد عليه يقول لها ايه؟ طبعا الاكيد انه هيرفض، فبالتالي هيخش معاها في عداوه. بالتالي هتشوف الحلقات الجايه اكتر اثاره. ودي بتكون نهايه الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم.